تعالوا النهاردة نعمل الناجتس اللي طلبتوها مني كتير بطريقة سهلة جدا وهتعجبكم قوي. مقرمشة من بره وطرية من جوه، وعايزة اقول لكم هتبطلوا تشتروا ناجتس من بره البيت تاني. اول حاجة انا النهاردة استخدمت نص كيلو من الفراخ وفرمتها. هضيف عليها بيضاية، وكمان هنا محضرة توست شايلة منه الأطراف. هجيب الكبة وابدأ أفرم التوست. دول 5 توست صغيرين، هبدأ أحطهم في الكبة وافرمهم فرم ناعم قوي. وبعد كده محضرة التوابل اللي هضيفها على الناجتس بتاعتنا النهاردة. هي عبارة عن توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، ملح وفلفل. وبعد كده هنضيف التوست المفروم على الخليط بتاعنا، وهنيجي بعد كده نفرم البصل والثوم. كمية البصل والثوم اللي استخدمتها ده حوالي بصلاية كبيرة، ومعاها حوالي 3 أو 4 فصوص ثوم. هفرمهم فرم ناعم لغاية ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هخلطهم كويس قوي بايديا. حاول اخلطهم كويس قوي بايديا، وممكن ارجعهم الكبة على فكرة نخلطهم، بس انا خلطتهم بايديا لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ بعد كده نشكل الناجتس. طبعا بنشكلها بالأحجام اللي تناسبنا. أنا شكلتها الأول بندورها بالشكل ده، وبعد كده بنفردها. حاولوا تخلوها رفيعة شوية مش تخينة، لأن هي بعد كده بتنفش. شكلتها بالأحجام دي وبالشكل ده، وبعد كده هدخلها التلاجة حوالي نص ساعة أو الفريزر، لأن هي بتبقى لسه طرية علشان تمسك. هندخلها التلاجة حوالي نص ساعة الأول أو الفريزر. وعايزة اقول لكم ان النص كيلو ده مع كل الاضافات اللي احنا ضفتها عملت كمية كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين. كمية كبيرة قوي. هندخلها الفريزر تمسك شوية، وبعد كده هنحضر الخليط اللي هنقلي فيه الناجتس. هنا معايا ده دقيق وبيض طبعا عليه رشة ملح وفلفل، وهنا بقسماط مع نشا، وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. الناجتس بعد ما خرج من الفريزر هنحطه في الدقيق، وبعد كده في البيض، واخر حاجة البقسماط والنشا. هعمل كل الكمية، وبعد ما اعمل كل الكمية هدخلها الفريزر تاني نص ساعة. مهمة قوي الخطوة دي. وبعد كده في طاسة سخنة على النار هنبدأ نقليها. هنحط كل الناجتس مرة واحدة في الطاسة. هنقليه على نار متوسطة عشان ما يتحرش ويستوي كويس. وبعد ما هيستوي من كل الجوانب من كل الجهات وياخد لون حلو، وطبعا ممكن نعمله ونحفظه في الفريزر على القلي على طول. كده خلاص، لونه حلو جدا ومستوي وريحته خطيرة. جربوه، متأكدة هيعجبكم قوي قوي.